مش ممثله، يعني انا مثلا عادي انت كده شخص عادي، ماشيه في شخص عادي. الشارع عادي وحد انتهك خصوصيتي، حلو. صورني وانا بعمل اي حاجه ضايقني، ازاي اعرف ازاي يعني وخصوصا هعمل ان احنا ايه؟ بنشوف ده على فكرة، اه. بحكم ان احنا نرمين في المؤتمرات. مم. بنلاقي فيه طبعا موضوع انتشار السوشيال ميديا بقى موجود، فكل دكتور زميلنا بيبقى جايب كاست السوشيال ميديا، فهو بيصور الايفنتس كلها بشكل عام. يعني لدرجة ان احنا بقينا نقول يا جماعة مثلا مع احترامنا الوقت بتاع اللانش بريك انا مش عايزة ما حد ينفعش. يصورني جميل اللي وانا انت بتقوليه باكل. دوت. في بعض المؤتمرات كنا مثلا بنحضرها جوه مصر او بره مصر، او حتى في بعض الايفنتات الخاصه، كان في المجتمع المدني او كده، الناس بيعملوا حاجه بتسمى الرصد والتوثيق. الرصد والتوثيق ان انا بقول ان انا عندي الحدث بتاعي، فانا بوثقه عشان عندي جهه منحه مدياني فلوس، عايز اقول لهم ان انا النهارده جبت الناس اللي هم الحضور، وجي مثلا محمود متحدث اتكلم في قلب الندوه، جم مثلا تغطيات من قناه او اتنين او تلاته او اربعه، بعد كده عملت لانش بريك او عملت كوفي بريك للناس، فانا عايز اوثق الكلام ده. فالبعض بيمشي بيصور الناس وهم بياكلوا او بيشربوا، ربما اكون انا باكل بطريقه معينه لو ظهرت قصاد الناس ده تمثل نوع من عدم التقدير ليا، او تمثل ده نوع من حقيقي، الاحراج ده ليا. حقيقي. فهنا لكن وقائع المؤتمر نفسه او وقائع المحادثات دي الجانبيه ما فيهاش حاجه. العامه التي تدور ما بين الناس، اللي بيحصل وانت واقفه بتتكلمي على البوديوم او انت بتتكلمي على المنصه، كل دوت انت بتقولي انت هنا بقى عليكي انت التبعيه وعليكي العبء، لان انت هنا عارفه ان انت حاطه نفسك في موقف طواعيه واختيارا، كل الناس بتشوفك وكل الناس واخده بالها منك، وكل الناس عارفه ان الكلام ده كله ربما يكون مذاع حتى لايف وكمان مسجل. ولكن النهارده انا كاتنين متحدثين من الايفنت دوت او من الحدث دوت، خدنا بعض وقفنا نتكلم مع بعض في غرفه مغلقه. انا هنا النهارده لو جه بقى حد صحفي او حد مثلا من الزملاء اللي عاملين في الحقل الاعلامي وحب ان هو يسترق السمع وحط لنا ميكروفون او جهاز او موبايل يسجل فيه الحديث الخاص دوت من غير اذن، فاعتقد ان هو هنا اعتبر ان هو انتهك حرمه الحياه الخاصه لطرفين المحادثه ديت. والنهارده كمان لو هو اذاع هذا الامر عبر وسيط الكتروني، فالنهارده كمان بيكون ارتكب جريمه من الجرائم اللي اتكلم عليها قانون 175 لسنه 2018، اللي هو قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، اللي بيرتب عقوبات كمان قانون العقوبات، كمان الدستور المصري الماده 57 منه اتكلمت في اطار عام وشامل وجامع ومانع على فكره حمايه الحياه الخاصه. فلذلك يجب ان احنا دائما وابدا قبل ما نطلع الموبايل بتاعنا ونصور ناخد بالنا ان احنا بنعمل ايه، لان في بعض الاوقات يمكن بتسمعي مثلا حد يجي يقول لك ايه، انا شفت جريمه حصلت، طب روح بلغ يا عم. انا ابلغ ليه؟ هو انا هخش ليه في المحاكم والحكومه والمباحث تطلبني والنيابه تطلبني والمحكمه تطلبني؟ خليني اقول لك ان عندنا حاجه في قانون ال الاجراءات الجنائيه اسمها الماده 25 اجراءات جنائيه، بتقول ان حق الابلاغ مباح للجميع. معنى الكلمه ديت ان اي حد شاهد على جريمه او شاف جريمه يقدر ان هو يبلغ، حتى لو ما كانش هو المعتدى عليه ولا كان طرف من اطراف الموضوع كله، بل انه هناك في بعض الجرائم يصبح حق التبليغ واجب عليك وتؤثم او تعاقب قانونيا لو انت ما ابلغتش. النهارده مثلا جاري شايفه بيخزن اسلحه في المكان اللي هو فيه، شايفه بيخزن لنشاط غير مشروع، حتى يمكن شفنا بعد الثوره بعض التنويهات اللي كانت بتنزل على النيوز بار او على شريط الاخبار في بعض القنوات ان في بعض التليفونات المخصصه للابلاغ. النهارده بنتكلم ان فكره الامن في منظوره العام وبنظره اشمل واعم هو مسؤوليه مجتمعيه على كل الناس، ولكن دايما وابدا لازم يبقى عندنا الاحساس او بنقول السنسور اللي يقدر يميز ما بين اللي انا بعمله عشان احمي نفسي واحمي بلدي واحمي النطاق اللي انا فيه، او ان انا كده بقى لا، يعني انا عندي توهمات ان مثلا مياده داخله معاها شنطه كيس اسود، كيس اسود ده لا ده فيه متفجرات، لا يعني في حاجات بتكون منطقيه وحاجات غير منطقيه. هنا يعاقب فاعل هذا الامر ويتم تجريمه بموجب ماده 57 من الدستور، بموجب الاتفاقات الدوليه التي اكدت على حرمه الحياه الخاصه، بموجب قانون مكافحه تقنيه المعلومات، كمان بموجب قانون العقوبات. كل الكلام ده بنقول ان هو لازم، يمكن اللي احنا البودكاست اللي احنا فيه النهارده دوت هو احد وسائل زياده مساحه الوعي المجتمعي، زياده مساحه وعي الناس عن خطوره الموبايل دوت، لان بمنتهى السهوله الموبايل دوت ممكن يحقق لك زي ما بيقول بيسموه ريتش وترند والكلام دوت، وفي وقت تاني ممكن هذا الامر ينقلب احنا السحر على طبعا الساحر، كله دلوقتي عايز وتلاقي يلحق نفسك ترند يعني. وتلاقي نفسك ان انت وقعت تحت طائله قانون العقوبات او قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات، وهوب تلاقي نفسك ان انت مقدم للمحاكمه الجنائيه وبيتم حبسك او بيتم تغريمك بغرامات كبيره، ايهما اقرب يعني. طب